كفرنا وشركنا إمام من أئمة المسلمين ألا ومحمد بن علي الشوكاني، لأنه يقول بجواز التوسل بجاهه يا شيخ ولا بذاته؟ بذاته. بجاهه يا شيخ، وكذلك أحمد بن حنبل رحمه الله جواز التوسل بجاه الرسول. إيه، لكن أما تشعر معي أن الوقوف عند هذه الألفاظ جمود؟ إذا توسل بالجاه يختلف عن التوسل بالذات، فالذي يتوسل بالجاه لا ينكر عليه، والذي يتوسل بالذات ينكر عليه. لا ينكر على الاثنين يا شيخ. طيب، فإذا ما حصيلة التفريق؟ التفريق أن هذا يكفر والثاني لا يكفر. لماذا يكفر أحدهما دون الآخر؟ لأن الذات بذاته مهين عن التوسل بالذات. أما يعني الشيخ لأنهم عندهم نصوص الجاه وعندهم شبهة، عندهم شبهة يعني. لا تطل علي الجواب، راح تعبني هلا. طيب، ايش الفرق بين هذا التوسل فهو شرك بتقول في عنده دليل؟ أين هذا النهي؟ إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. بحثنا في التوسل وليس في الاستغاثة. ليس هناك نهي يا أستاذ، نهي صريح ليس هناك. قول الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا إلى الله، كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا إلى الله، أي نتوسل بهم إلى الله ونستشفع بهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا ليس نصا يا شيخ النهي. سبحان الله. وأنت هنا بعده، إيش علاقة هذه الآيات بالتوسل؟ التوسل أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن تغفر لي. إيش هذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا ما يعبد، هذا يعبد الله ويدعو الله، لا يدعو غير الله. كيف كانت عبادة المشركين لآلهتهم ولأوليائهم كما في هذه الآية؟ ماذا كانوا يفعلون؟ من الذبح والطواف. جميل. فواحد مثل الشوكاني فعل شيء من ذلك؟ لا. ولا. فإذا قال واحد مثل الشوكاني، إذا قال واحد مثل الشوكاني اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفر لي، هل ذبح له؟ لا، لم يذبح. هل هذا مشرك؟ لا، ليس مشرك. هل يجوز الاستدلال عليه بالآية السابقة؟ لا.